ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى النهارده في فيديو جديد هنعمل مع بعض الجمبري المقرمش او الجمبري اللي لا يختلف شيء عن الكنتاكي. حلو جدا بقرمشه خطيره. الناس اللي بتشتكي انها بتعمل الجمبري والخلاف الخارجي بتاعها بيفك، تعالي بقى اقولك الفيديو ده ليكي عشان فيه وصفات حلوه جدا هنستفيد منها النهارده. هقولك ازاي الطريقه المظبوطه تعملي بيها خلاف خارجي مقرمش خطير ويطلع معاكي مستوي من جوه وشكله تحفة زي ما انت شايفة كده بالظبط. مستحيل الغلاف الخارجي يفك منك. تتبيلة مختلفة. وعايزة اقولك الغلاف بتاعه هنعمله كمان بطريقة مختلفة. في الفيديو النهاردة هقولك طريقة تنظيف الجمبري المظبوطة، ازاي تنضفي الجمبري كويس وازاي تطلعي السلسلة بتاعة الظهر بتاعته، وهقولك على حاجات مهمة جدا. اوعي يفوتك الفيديو ده عشان الفيديو فيه وصفات حلوة وفيه حاجات خطيرة هتستفادي منها كتير، وخصوصا لحبايب البنات اللي اول مرة يدخلوا المطبخ ولسه مستجدين ولسه مش عارفين يعملوا وصفات كتير. النهارده هفيدك جدا في الفيديو ده. ولو اول مره تتفرجي عليا وتشوفيني انا بسمة، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهله والبسيطه واللي على قد الايد. ويا رب تكونوا بتستفادوا مني ولو بحاجة بسيطة. تعالوا بقى نشوف مكوناتنا السهلة والبسيطة وخطواتنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تتفرجي الفيديو للآخر عشان ما يفوتكيش اي حاجة من الفيديو. عايزة اقولك الفيديو مهم جدا وفي حاجات مهمة جدا هتفيدك جدا النهاردة. يلا بينا نشوف معانا ايه ومواصفاتنا ايه. انا معايا النهاردة كيلو من الجمبري. الجمبري اللي معايا ما شاء الله اللهم بارك جمبري جامبو الحجم الكبير. هقولك ايه ازاي تنضفيه كويس وازاي تطلعي سلسلة الظهر بتاعته، وهعلمكم طريقة تنظيف الجمبري المظبوطة. اول حاجة انت عندك هنا الجمبري تحس ان فيه سلاسل كده، احنا هنعد 3 سلاسل بمقدار عقلة الصبع كده، وهنيجي في النص بخلة زي ما انت شايفة خلة السنان وندخلها كده ونطلع السلسلة الكيس الرملي. زي ما انت شايفة كده ده بيبقى كيس مليان رمل، لازم تطلعيه. مستحيل ان انت تعملي الجمبري وخاصة لو جنبه ان انت تعملي الجمبري بسلسلة الظهر دي، تيجي تاكلي الجمبري تلاقيه بيقرمش تحت بقك في بقك من جوه، فمستحيل. فانا هنا بعد ما هتطلعي السلسلة هتنضفيه وتسيبي ديله بس. يبقى احنا هنشيل الراس وهنيجي نعد 3 سلاسل، وفي التالتة هندخل الخلة بتاعت السنان ونطلع السلسلة بتاعت الكيس الرملي. شايفين فيها كيس رملي قد ايه؟ طبعا احنا هنسيب الدماغ ما بنرموهوش، هقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي بيه. وهنشيل الغلاف اللي هو بره الكيس بتاع الجمبري وهنسيب ديله بس. هنقشر الجمبري زي ما انتم شايفين كده. طبعا التقشير ما فيهوش اي مشكله خالص، هو كل المشكله اللي بتعاقب البنات في تنظيف الجمبري ازاي يطلعوا سلسله الظهر. زي ما قلت لك هتعدي 3 عقلات وتيجي في التالتة، بعد التالتة وتشدي هتلاقي الكيس الرمل بيطلع معاكي سهل جدا. دي خطوة. في خطوة تانية هوريها لك في تنظيف الجمبري، برضو اوقات بستخدمها لما بيكون الجمبري حجمه صغير شوية. ليه؟ بيبقى الكيس الرملي بتاعه من جوه صغير، فانا بحب ان انا افتحه زي ما انت شايفه كده. هتيجي في الظهر وتفتحي من ورا بالسكينة لحد ما توصلي للكيس الرملي وتطلعيه بايدك زي ما انت شايفين كده بالظبط. دي طريقة ودي طريقة، الطريقة اللي تعجبك تشتغلي بيها اشتغلي بيها. انا اوقات بعمل دي واوقات بعمل دي، بس انا بفضل الخلة بتاعت السنان افضل، بتبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لي. بس انت لو مستصعباها بتقدري تعملي بالسكينة زي ما وريتك كده بالظبط. تفتحي الظهر من ورا فتحة صغيرة لحد ما توصلي للكيس الرملي وتطلعي الكيس الرملي بتاع الجمبري. طبعا الحاجات الخضراء اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بطارخ الجمبري، دي خطيرة. اللي انا طلعتها دي خطيرة، دي بتخلي طعم الجمبري في حتة تانية خالص. هنشيل الكيس وهنسيب الديل بس بتاع الجمبري. انا سايبه الديل ليه؟ بيدي شكل حلو قوي في التحمير، بيبقى عامل زي بتاع الفنادق كده. فانت عايزه تشيلي الديل خالص مفيش مشكله براحتك، عايزه تسيبيه زي ما انا سايباه كده برضو براحتك زي ما انتم شايفين كده. وهقشر الظهر بتاعه وخلاص وبسيب الديل. دي طبعا البطارخ انا بوريها لكم، هي بطارخ الجمبري
طبعا احنا في موسم الجمبري اليومين دول. تعالوا ما شاء الله اللهم بارك، كنت نضفت الكميه اللي معايا. تعالوا بقى هنا للقشر والراس بتاعته، ده مستحيل يترمي، ده فيه كنز يا جماعه. شويه الشوربه بتوع الجمبري بتوعنا هنعملهم بشويه الدماغ بتاعت الجمبري اللي انتوا شفتوها دي. تعالوا بقى نتبل. معانا ايه في التتبيل؟ معانا كمون، معانا كزبره ناشفه، معانا توابل سمك، معانا توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسود. مش عايزه منك اكتر من كده. دي توابل الجمبري. هننزل بالتوابل اللي معانا كلها، وبعد كده هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها معلقه كبيره من الخل، خل الاكل العادي. هتنزلي بمعلقه كبيره من الخل، وبعدين تبداي تحطي الملح بتاعك، ونحط معلقه كبيره من الزيت الزيتون، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. وهنبدا نقلب كل التوابل اللي معانا بالجمبري، وهنغلفه ونسيبه اقل شيء ساعة او ساعتين في التلاجة، بحيث ان هو يشرب من التتبيلة بتاعته. ما تقلليش عن ساعة، لان لازم الجمبري طالما هحمره وهعمل له غلاف خارجي من بره، يبقى لازم يشرب من التتبيلة بتاعته كويس. انا كده تبلت الجمبري بتاعي، هغلفه بستريتش وهسيبه. وتعالوا نشوف بقية الخطوات بتاعتنا ايه. زي ما انت شايفة كده، هنغلف الجمبري بالاسترتش وهنركنه في جنب. تعالوا بقى لشوية الروس اللي معانا. هجيب معلقة كبيرة من التوم في شوية زيت، 3 معالق زيت ولا حاجة كبار، وهنزل بطماطمايه مكعبات هفلقها نصين كده، وهنزل بكمان انا هنزل ب3 طماطمات بالظبط، وقرن فلفل هقطعه، ومعايا جزرايه هقطعها حلقات برضو، وبصلة كبيرة. كل ده بيخلي طعم شوربة الجمبري خطيرة. طماطم، فلفل اخضر، بصل، جزر، توم. وهنزل بباقي القشر والدماغ بتاع الجمبري وكل حاجة. هتشربي شوية شوربة جمبري تحفة. هنسيبها بقى مع بعضها كده شوية لمدة 5 دقايق، بحيث تشرب من الطماطم والخضار اللي احنا حطيناه. وبعد كده نتبلها، ننزل عليها بملح وكمون، كزبرة ناشفة، توابل سمك، بابريكا. نفس التوابل اللي احنا حطيناها على الجمبري هنحطها في الشوربة، وهنزود مكعب مرق دجاج. وبس كده. هنغطيها شوية، وبعد كده هنبص عليها بعد ما تنزل شوية كده من التتبيلة، وننزل عليها بمية سخنة من الكتل ونسيبها تغلي. هنسيبها تغلي براحتها، لان كده كده هي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش جمبري ولا اي حاجه. فاحنا هنسيبها تنزل كل حاجه حلوه كده في الدماغ بتاعه الجمبري. تعالوا بقى على الجمبري. بعد ما تتبل بالتتبيله هننزل ب5 معالق كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا. انا ممكن اخليكي تعملي خطوه الدقيق والنشا والميه دي في خطوه بره خالص، بس بقى انا وفرت عليكي الوقت. بدل ما كنت تعملي الخلطه بتاعته دي خارجيه، ونقعد نحط الجمبري في طبق ونشيله من طبق نحطه تاني في الدقيق، فانا حطيتها كلها على بعضها، ودي خطوه اريح واحسن. واوريدي انت كده كده حاطه توابل على الجمبري، فبدل ما تعملي الخطوه دي بره وترجعي تحطي توابل تاني بره، فانا حبيت اعملها لكم كلها خطوه واحده. هتحطي 5 معالق دقيق ومعلقتين كبار نشا، وتخفيهم بالميه، وبعد كده هننزل عليهم ببيضة ونقلبها ببعضها تاني. انت هتخلي الخليط تقيل، لا يختلف شيء كده عن تقل ايه، عن تقل الخلطة بتاعت الجمبري، سوري، الخلطة بتاعت القرنبيط. انا عايزاه تقيل، سمكه تقيل زي ما انت شايفاه كده بالظبط. يبقى سمك الخلطة اللي على الجمبري تقيلة، لان دي اللي هتخلي الغلاف بتاعك يمسك كويس، دي اللي هتشيل الغلاف اللي احنا هنعمله الخارجي التاني. تعالوا بقى في الطبق الخارجي. هنحط كوباية كبيرة من الدقيق، وهننزل عليها ب3 معالق كبار من النشا، وبكيس من الفيجيتار العادي او الحار زي ما انت عايزة. كيس من الفيجيتار يبقى كوبايه من الدقيق، 3 معالق كبار من النشا، كيس من الفيجيتار. وهبدا بقى احط التوابل بتاعتي، نفس التوابل اللي انت حطيتيها على الجمبري وانت بتتبليه، نفس التوابل اللي احنا هنحطها على الخلطه بره. ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، توابل سمك، بابريكا.
وتوم باودر وبصل باودر. نفس التوابل اللي حطيتيها نفس التوابل اللي احنا هنحطها على الكفر الخارجي بتاع الجمبري. هنبدأ بقى نجيب، انا لقيت هنا بعد ما حطيت الحاجة لقيت الطبق اللي معايا صغير، فعايزة حاجة واسعة. هتجيبي بولة واسعة تحطي فيها الدقيق والخلطة اللي احنا عملناها دي، عشان تعرفي تقلبي فيها الجمبري كويس، عشان الجمبري بتاعك يشيل غلاف كويس ما يفكش منك. ماشي على الخطوات مظبوط عشان يطلع معاكي كويس جدا، ويطلع معاكي مقرمش من بره وطري ومستوي كويس من جوه. لو وصلت لحد هنا اتمنى تحطي لايك وتشجعيني بكومنتك الحلو، وما تنسيش تفعلي الجرس لو لسه ما شغلتيهوش عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. هبدا انزل بالجمبري في قلب الدقيق وابدره كويس زي ما انت شايفه كده، انا عايزاه يشيل غلاف كويس. عشان كده قلتلك وسعي الحاجة معاكي عشان تاخدي راحتك وتعرفي تقلبي الجمبري كويس. بعد ما هنقلبه كويس هنشيل الدقيق من على الديل بتاع الجمبري عشان في التحمير يديكي شكل حلو. ما تنسيش الخطوة دي. بعد ما هتبدريه كويس هتشيل الغلاف من على ديل الجمبري. طبعا انا عايزة حاجة واسعة ويكون فيها زيت كتير، فانا طبعا الحلة دي انا عاملاها للتحمير، فانا عايزاكي تجيبي طاسة واسعة وتكتري فيها الزيت، لان انا عايزة الجمبري يكون مغمور كويس في قلب الزيت. وهنزل بتكتريش كتير في قلب الطاسه او في قلب الحله اللي انت بتحمري فيها، عشان الغلاف بتاعك ما ينزلش في ارضيه الحاجه. وما تقلبيش الا بعد اول دقيقتين. كده كده الجمبري ما بياخدش وقت كتير، زي ما انا معوداكوا الجمبري بكتيره خالص 4 دقايق ل5 دقايق، ما بيزيدش عن كده، عشان ما ينشفش منك من جوه ويبقى مستوي كويس من جوه وعامل خلاف من بره مقرمشه خطيره تحفه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ شايفين الغلاف شكله ايه؟ تحفة. هتطلعيه على مصفى عشان يصفي الزيت بتاعه وعشان يفضل مقرمش معاكي وما يطراش منك. الخطوات دي حلوة جدا، اوعي تفوتي خطوة من الخطوات دي عشان يطلع معاكي حلو. وهنعمل تاني طاسة بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وتاخدي بالك ما تكتريش في الطاسة وما تقلبيش على طول لحد ما ياخد غلاف من الاول من التحمير، وبعد كده تبدأي تقلبي. اول دقيقتين تسيبيه من غير تقليب، وبعد كده تقلبي بعد اول دقيقتين. وما بياخدش وقت خالص، بالكتير 4 دقايق معاكي، من 4 دقايق ل5 دقايق. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ هتخلصي كل الكمية اللي معاكي بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. ما تطوليش في التحمير عشان الجمبري ما ينشفش منك من جوه. شايفين بقى وصلنا هنا للنقطة الأخيرة؟ ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. مع شوية طحينة بقى، مع شوية خبز بلدي كده، وتاكلي الجمبري بالطحينة بالخبز السخن كده الصابح، واللهم بارك. شايفين الغلاف؟ بمشي عليه بالسكينة مستحيل يتقشر معاكي. عايزة اقولك مقرمش جدا وطعمه خطير، تحفة. بصي عايزة اقولك حاجة كريسبي كده خطيرة. بألف هنا والشفا للي أكل. اللهم ديمها نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال. جربوه هيعجبكم جدا، أنا عايزاكم تجربوه بالطريقة دي مش هتندمي. وعايزه اقول لكم ان يعني الاكله دي لو بتشتريها من مطعم بره مكلفه جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت لحد هنا اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي السهله والبسيطه واللي على قد الايد. ولو اول مره تتفرجي عليا وتشوفيني، انا بسمة وليد، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ايه رايكم في الفيديو؟ يا ريت تسيبوا لي اللايكات الجميله بتاعتكم، وتسيبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي رايكم في الفيديو بعد ما تجربوه. يلا اشوفكم في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.